تعالوا اقول لكم على زيارتي السريعه لاسكندريه. ولاحظت هناك ان اسماء الاحياء غريبه جدا. تعالوا بقى اما احكي لكم عليها. مثلا حي كفر عبده، الحي ده من ارقى احياء اسكندريه، مليان بالفيلات والقصور الاثريه. الحي اتبنى على هضبه مرتفعه شويه عن باقي مدينه اسكندريه، وانت داخل وخارج الحي تحس ان انت طالع او نازل من على سلم. ليه؟ لان المكان ده زمان كان سكن عسكريه للجنود الانجليز، كانوا عايشين فيها هم واسرهم. بما ان مصر كانت محتله من انجلترا في وقت من الاوقات، في 1919 الجيش البريطاني اقتحم كفر في مدينه السويس اسمه كفر احمد عبده، وللاسف دمروا المدينه بالكامل. قامت حكومه النحاس باشا وقتها سمت مكان اقامه المندوب السامي البريطاني في اسكندريه بكفر عبده، عشان يفكروا الانجليز بالخراب اللي عملوه في مدينه السويس، وهو ده سبب التسميه. وبالرغم من التوسع العمراني اللي حصل في السنين اللي فاتت، لكن الحي لحد دلوقتي محتفظ بفخامته. اما حي رشدي فبيرجع اسمه للوطني المخلص حسين رشدي باشا. الراجل ده تم في عهده تحويل مسمى النظاره لوزاره في 1914، وفي نفس السنه بقى رئيس للوزراء في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وشكل الوزاره 4 مرات اخرها في 1919 لمده 14 يوم بس. حسين رشدي باشا كان مرتبط جدا باسكندريه، وكان ليه بيت في نفس المنطقه اللي اتسمت باسمه بعد كده، لان ده كان المقر الصيفي ليه لما كان رئيس وزراء مصر في منطقه اسمها بولكي. اما من اهم معالم الحي محطه رام رشدي. اما حي ابو قير فالاسم بيرجع للانبا كير او الاب كير. الراجل ده كان طبيب وقس مسيحي زاهد، كان عايش في المنطقه دي اللي كانت صحراء في الوقت ده، وتوفى سنه 312 ميلاديا، وبدات الكلمه تتحرف بعد كده من الاب كير لابو قير. اما اسم حي لوران فبيرجع لواحد اسمه الخواجه لوران. الراجل ده كان صاحب اكبر شركه سجاير في القرن ال19، وعاش في اسكندريه وبنى قصر في المنطقه اللي اتسمت باسمه بعد كده، وتحول قصره لمدرسه لوران الثانويه. برضه حي زيزينيا، الاسم بيرجع للكونت زيزينيا. الراجل ده كان اكبر تاجر قطن، وكان بيحب اسكندريه جدا، واستقر فيها في القرن ال19، واشترى جزء كبير جدا من الاراضي في المنطقه دي، وكمان بنى فيها قصر، وبعدها اتسمت المنطقه باسمه. اما حي بكوس ففي الاصل اسمه باخوس، وده كان اله الخمر عند الجماعه الجريج اللي هم اليونانيين، واتسمت المنطقه دي باسمه لانها كانت عباره عن مساحات كبيره من مزارع العنب اللي كان بيستخلص منها الخمر. وبرده حي كامب شيزار، الكلمه دي في الاصل يونانيه، كامب يعني معسكر، وشيزار اللي هي سيزر يعني القيصر، والكلمة على بعضها معناها معسكر القيصر. القيصر اللي هو مين؟ يوليوس قيصر، وده كان مكان إقامته لما كان بيجي يزور كليوباترا. أما حي الأزاريطة الاسم ليه قصتين. الأولى بتقول إن كان في ست يونانية اسمها مادر ريتا أو الأم ريتا. الست دي كانت بتعيش في المنطقة دي وبتحب مساعدة الناس وحل مشاكلهم، ولما توفت سموا المنطقة باسمها. القصة الثانية بتقول إن في وقت محمد علي باشا الكبير فكر إنه يدخل نظام الحجر الصحي في مصر زي فرنسا، بسبب الأمراض اللي كانت بتيجي مع الناس اللي بيزوروا مصر من الشرق، والمكان ده دلوقتي هو المستشفى الجامعي. وفي الدولة الرومانية زمان كلمة لازريت معناها الأبرص أو المجزوم، ووقتها الدولة الرومانية كانت بتعمل حجر على كل المجزومين طول حياتهم، ومن هنا جت اسم الأزاريطة. وأيا كان القصة، حي الأزاريطة من أجمل أحياء اسكندرية.